بصوا هنا بقى ده كان الشكل النهائي للسجق بتاعنا. بصوا ما شاء الله، والله بجد يستاهل بقكم يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين. النهارده معانا فيديو جديد، طريقه عمل السجق الاسكندراني او الصدوق الاسكندراني. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي ونشوف المقادير مع بعض. معانا بقى مقادير الصدوق الاسكندراني: نص كيلو من الصدوق الاسكندراني متقطع قطع صغيره، 3 حبات من البصل متقطع جوليان او حلقات، فلفل رومي، فلفل حراق، فلفل الوان، ربع كوبايه من الزيت، 3 فصوص ثوم مهروسين، ملح، 7 بهارات، كزبره وفلفل اسود. يلا نشوف طريقه عمل الصدوق الاسكندراني ازاي. وهنا بقى يا صحابي جيت بربع كوبايه من الزيت وعليهم البصل الحلقات اللي انا مقطعاه، هننزله دلوقتي في الطاسه، وهقعد اقلب الزيت مع البصل علشان البصل والزيت يتجانسوا مع بعض. بس انا عايزه البصل يكون فريش، مش عايزاه يكون دبلان لانه لسه هيستوي مع الصدوق الاسكندراني. هقعد اقلب فيه. عايزه اقول لكم بقى ما تنسوش تشتركوا في القناه، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في كل اكله انا بعملها، ويا ريت لو تجربوها بنفس التفاصيل ونفس التريكات علشان تاكلوا احلى اكل من ايديكم كمان الحلوه دي. هنقعد بقى ان احنا نقلب البصل. كنت عايزه اقول لكم كمان طريقه السجق الاسكندراني. انا قبل ما اقطعه كنت غليت ميه سخنه وحطيته فيها علشان ينزل كل الدهون، علشان الصدوق الاسكندراني ده بيكون فيه كميه دهون كبيره جدا، واحنا طبعا يعني الواحد برضو بيحافظ على صحته شويه. فقبل ما قبل ما تعملوه، قبل ما تقطعوه، حطوه في ميه مغليه علشان خاطر ينزل كل الدهون. هنا بقى كنت حطيت التوابل: نص معلقه من الملح، ونص معلقه من الكزبره، ونص معلقه من صغيره، طبعا كل ده معالق صغيره، من ال7 بهارات والفلفل الاسود طبعا. وهنا نزلت بالثوم المهروس، كنت هرساه مع شويه كزبره كده، بتدي ريحه حلوه وطعم في الاكل وتست حلوه قوي. هقعد بقى اقلب كل المكونات دي مع بعض علشان خاطر البصل والثوم والتوابل كلها يكونوا مع بعض. هنا بقى نزلت بالسجق. تمام. وعايزه اقول لكم السجق عامل زي الكبده الاسكندراني بالظبط، واحنا بنقلبه بالراحه علشان خاطر هو ضعيف، الانسجه بتاعته ضعيفه، علشان بس ما يتفتفتش مننا. هتقولوا لي بقى طيب ليه احنا بننزله في ميه مغليه؟ علشان خاطر اولا احنا بنعقمه، ثانيا ممكن يكون متعلق وعند الجزار، فممكن بيتعرض لاي حاجه مش كويسه، او حتى لو الجزار بيجيبهولك متفرز من الفريزر ما تعرفيش هو كام ايد جابته وحطته لحد ما يوصلك، يعني كام ايد مسكته وفرزته لحد ما يديهولك انت. فطبعا احنا بنعقمه لا قدر الله يكون في اي حاجه تنزل مع الميه السخنه والميكروب يموت في الميه السخنه. هنا بقى كنت زي ما انتم شايفين كده بقلب بالسجق بالطاسه، مش كل شويه بالمعلقه، علشان خاطر السجق ما يتهرس مني ويتفتفت، على قدر ما انا ما كنت قادره ان انا اخليه ما يتفتفتش واحافظ على سمكه. زي ما انتم شايفين كده هقعد بقى بالراحه خالص اقلب كل المكونات مع بعض، البصل مع الثوم مع التوابل مع السجق بتاعنا. شكله حلو قوي، ما اقدرش بقى اقول لكم على الريحه، ما شاء الله تبارك الله حلوه جدا. نبدا بقى ان احنا نقلب. نزلنا بقى بالفلفل الالوان، فلفل احمر فلفل اصفر، وبعد كده نزلت بالفلفل الاخضر، فلفل رومي مش حراق، واللي انا مقطعاه صغير ده كان فلفل احمر وفلفل اخضر حامي. نقلب بقى. بصوا بقى نور الطاسه عندي ازاي، الفلفل نور الطاسه عندي ازاي، وبيدي طعم للاكل جميل جدا. غير طبعا ان كل الخضروات دي بيكون ليها يعني ان احنا بنستفاد بيها. بصوا هنا بقى ده كان الشكل النهائي للسجق بتاعنا. بصوا ما شاء الله، والله بجد يستاهل بقكم يا حبايبي، بجد كان طعمه ما شاء الله، كان طعمه حلو قوي. وعايزه اقول لكم ان هو ما نزلش دهون كتير، لان انا لما غليت الميه وحطيته فيها كل الدهون نزلت منه. فما تنسوش بقى ان كنتوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسونيش بقى تقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات.